السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بناتي واخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وكل حبايبي الجداد وبناتي واخواتي الجداد اللي بيشوفوني لاول مرة ولسه ما اشتركوش في قناتي، بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد وكل وصفة جديدة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الرز البسمتي الجميل ده. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة، ما بتاخدش دقايق وتتحضر، والنتيجة مبهرة، طعم وريحة ما شاء الله في منتهى الجمال. هينفع جنب معانا بقى في كوجبة سريعة كده لو حبينا نعمل غدا سريع، او جنب مشويات، او اي حاجة حابين نعملها جنبه، تمام براحتنا. هنحضر دلوقتي حلة على البوتاجاز، هنحط فيها بصلاية كبيرة متقطعة ومعلقتين سمنة او زبدة المتوفر عندك، ونقلبهم كويس مع بعض كده. هنديهم تشويحة كده، مش هنحمر البصل، بس البصلة تدبل معانا شوية، وننزل بقى بصدور الفراخ. صدر فرخة متقطع قطع صغيرة، او الكمية اللي انت حابة تحطيها حطيها عادي حسب الموجود والمتوفر عندك. هنشوح الفراخ برضو، صدور الفراخ مع البصلة كويس جدا كده لحد ما لونها يتغير. اول ما لونها يبدأ يتغير معانا كده نقلبها برضو كام تقليبة كده، بس احنا مش هنحمرها، هنغير لونها بس كده وتدبل مع البصلة بالطريقة اللي انت شايفينها دي. وكنت حاطة معاها نص معلقة فلفل اسمر مبدئيا لحد ما احط بهاراتي عشان تدي ريحة وطعم حلو للفراخ برضو. كده خلاص لون الفراخ بدأ يتغير وبقى حلو كده. هجيب جزراية وهبشرها كويس جدا، بشر برضو ناعم كده جنب مع صدور الفراخ والبصل كده. الجزر حلو قوي مع الرز البسمتي، بيديله طعم جميل وبيعزز اللون برضو، بيخلي لونه حلو قوي مع البهارات اللي هنحطها. لو حابة تحطي اي خضار تاني او فلفل الوان او اي حاجة تحبيها ممكن برضو، بس انا استكفيت بالجزر والبصل بس مع الفراخ. قلبت كله مع بعضه كده لحد ما دبلوا بقوا بالشكل ده. حطيت معلقتين كبار بهارات كبسة، وعودين قرفة خشب كده بيخلوا الطعم وريحة جميلة قوي للرز. وحطيت برضو معلقة فلفل اسمر معاهم، معلقة 7 بهارات. ودلوقتي نزلت ب8 كوبايات مية. انا هعمل 4 كوبايات رز كبار، كل كوباية رز بتاخد كوبايتين مية، فنزلت ب8 كوبايات مية لل4 كوبايات رز. وغطيتهم لحد ما غليوا معانا بالطريقة دي. ونزلت بقى دلوقتي بالملح بتاعي، حطيت معلقتين ملح. وهندوق الملح لو محتاجة بتحطي له حسب ما انت حباه وحسب المذاق بتاعك، لكن انا بالنسبة لي كده طعمه تمام. نزلت بقى بالاربع كوبايات رز بتوعي مغسولين فوق المية بتاعتنا كده، زي لونها بقى جميل زي ما انتم شايفين. وغطيتها 5 دقايق على نار عالية، وبعدين هديت النار. وانا لسه ما طفيتش اهو، ما شاء الله قدامكم اتشرب وبقى جميل جدا، بس انا هسيبه كمان 5 دقايق. هو خد حوالي ربع ساعة كده على نار هادية. 5 دقايق بس لحد ما يتشرب ويفلفل ويبقى زي ما انتم شايفين كده بالجمال اللي انتم شايفينه ده. مفلفل جدا وطعمه حلو قوي وريحته جميلة جدا. انا شلت طبعا القرفة الخشب اللي كنت حطاها، ملهاش لازمة خلاص. زي ما انتم شايفين كده مفلفل كده زي ما قلت لكم، وطعمه حلو قوي وريحته مالية الدنيا. وزي ما قلت لكم برضو هنعمله جنب المشويات، هتعملي فراخ مشوية او كفتة مشوية او ستريبس بانيه، اي حاجة جنبه بقى زي ما انت حابة. ولو حابة جنبه اي خضار برضو ممكن يمشي او لوحده تمام. ما تنسينيش بقى باللايك والسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك وصفاتي اول باول. ويا ريت بقى نشير الفيديو كده، نعمل له شير عشان توصل الوصفة دي لكل حبايبنا وكل حبايبكم يستفادوا بيها ويعملوها. طريقة حلوة جدا هتعجبكم ان شاء الله. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم فيه، وان شاء الله هيعجبكم هيعجب كل العيلة. وزي ما قلت لكم اعملوه جنب اي حاجة حابينها، او اعملوه جنبه سلطة، واعملوه وجبة اقتصادية سريعة كده في منتهى الجمال زي ما انتم شايفينه كده. هينفع معاكم جدا كوجبة اقتصادية كده لو انتوا حابين تعملوا حاجة سريعة ومش حابين تعملوه كفاية الفراخ اللي جواه. و... ويا ريت تكون وصفتي عجبتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.